السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى إخوتي الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية كلهم جميعا. اسمي مرعي مصطفى محمد، طالب بجامعة بورتلاند ستيت يونيفرستي، نكلم فيك من الحرم الجامعي، وهذه رسالة من الحرم الجامعي من المكان الأكاديمي إلى كل طالب أكاديمي. احنا طبعا كطلبه تواجه فينا مشاكل، والمشاكل هذه لها فتره طويله، والحمد لله بذلنا جهد كبير وحققنا نوع من التوعيه حول هذه المشاكل، والان وصلنا مرحله حاسمه ومهمه جدا، وهي نقل مشاكلنا بشكل رسمي للمكتب الكندي وللسفاره الليبيه في واشنطن. حنشكلوا باذن الله وفد منا. الوفد هذا حيمشي ويجلس مع السيده القائمه بالاعمال بالسفاره، وبعدين حيجلس مع CBAE. طبعا مع السفاره حنشوفوا نحن شنو السفاره اللي ممكن تقدم لنا بحيث صوتنا يوصل لاعلى المستويات. وطبعا صوتنا هو عباره عن مقترح، يعني نحن كلنا ان شاء الله حنجتمعوا حول مقترح واحد يجمعنا كلنا باذن الله ونلتفوا حوله. يعني ما نبوش الانقسام الموجود في بلادنا ياثر فينا نحن كطلبه. نبوا نحن نعطوا مثل رائع لأهلنا في ليبيا في تلاحمنا وفي اجتماعنا والتفافنا كلنا لنحققوا هدف واحد، لنخدموا مصلحة الجماعة بإذن الله، نحققوا هدف يخدمنا كلنا ويحقق مصالحنا بإذن الله. طبعا إن شاء الله حنشكلوا وفد. الوفد هذا حيكون مكون من عدد 3 طلبة. الوفد هذا ما عنده صلاحيات كبيرة، يعني صلاحيته أنه هو عبارة عن ينقل صوتنا، اللي يمثلنا تمثيل حقيقي هو المقترح. والمقترح هذا بإذن الله حيكون فيه جميع وجهات نظر الطلبة، يعني أنتم بإذن الله اللي حتصيغوه. لكن في الوقت الحالي خلونا كلنا يا شباب نجتمعوا بإذن الله ونختاروا 3 منا يكونوا على مستوى عالي من الدبلوماسية والقدرة على الخطابة والتفاوض، بحيث ان هم يجلسوا مع الجهات المعنية ويحققوا لنا مكاسب بإذن الله. هذه دعوة أخيرة مني أنا لكم يا أخوتي، إنكم كلكم تلتفوا وتنبذوا الخلافات ونجتمعوا كلنا بإذن الله ونوحدوا صفنا، ويد الله مع الجماعة، وكل شيء بتسخير الله، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.